اولى ثانوي الغاليين، بعد ما خلصنا فيديو شرح المنهج كله في 4 ساعات ونص، يلا بقى نظبط كده تريكات عليه عشان يبقى اتظبط تمام. وبعد كده يبقى فاضل لك فيديو حل اسئله، وتبقى حليت اسئله وتعدي عليها في السنتر، اديك ورقه التوقعات اللي ان شاء الله هيجي منها اسئله كتيره خالص. هتبقى كده ورقه فيها كميه اسئله حلوه، دي هتبقى توقعات مهمه جدا 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 للامتحان بتاعك. فركز معايا ويلا نركز مع بعض. اول تركيه بيقول لك كربوهيدرات تخزينيه اللي بتخزنوا حاجتين، النشا والجلايكوجين. تخزن الكربوهيدرات في النبات على هيئه نشا، وفي الانسان والحيوان على هيئه جلايكوجين يخزن في الكبد والعضلات. فسمعنا كلمه تخزين في النشا والجلايكوجين، عشان كده النشا والجلايكوجين اسمهم كربوهيدرات تخزينيه. نغير لون القلم كده نجيب لون تاني. طيب خلينا في اللون ده. يبقى دول الكربوهيدرات تخزينيه اللي هم مين؟ النشا والجلايكوجين ده. نغير اللون نخلينا في اللون ده احلى. تمام. كربوهيدرات تركيبيه عندك السلوز، سيل يعني خليه، سلوز بيبني جدار الخليه النباتيه، فاللي ركب الجدار كان السلوز، فالسلوز سكر تركيبي. يبقى دي لو جالك كربوهيدرات تركيبيه يبقى السلوز. الكربوهيدرات طبعا بتمتص في الامعاء على هيئه سكريات احاديه. قلنا كلمه تمتص في الامعاء يعني بتروح الدم. الكربوهيدرات بتروح الدم على هيئه سكر احادي. لو انت ركزت في الشرح هتلاقي ان الكربوهيدرات بتروح على هيئه سكر احادي، البروتين بيروح على هيئه احماض امينيه، الدهون بتروح على هيئه احماض دهنيه. فكلمه تمتص في الامعاء يعني بتروح الدم على هيئه ايه؟ فالكربوهيدرات على هيئه سكريات احاديه. طبعا الكشف عن السكر الاحادي بنستخدم طبعا بندكت. يا ابني دكتور البرتقال المسكره بندكت بيدي برتقاني مع السكر الاحادي، هو اصلا اسمه بندكت الازرق، بس احنا قلنا يا ابني دكتور البرتقال المسكره بندكت بيدي برتقاني مع السكر الاحادي بعد التسخين. لازم نسخن لولا يتحول للون البرتقاني. يبقى طبعا بعد جالك يجب تسخين المحلول على حمام مائي. يعني لو جاب لك رسمه سكر احادي وحط عليه بندكت وبندكت فضل ازرق ما اتغيرش، قول له يبقى اكيد في غلطه ان انا مش عامل تسخين على حمام مائي، وده بيبقى تسخين غير مباشر. يعني ايه؟ بيجيبوا كده كاس بيملوه ميه، الكاس بيتملي ميه وبعدين بيحطوا كده يجيبوا لهب بنزين، ده لهب بنزين اهو اللهب اهو، وهنا بيحطوا الانبوبه، فهنا تسخين غير مباشر بنحطه في حمام مائي، لكن مش بنحط الانبوبه على النار على طول، فده بيبقى التسخين على حمام مائي. تمام يا دكتور. السؤال اللي بعده جالك يجب تقليل الاطعمه الغنيه بالسكريات والنشويات لمرضى السكر والسمنه. لو عايز تخس قلل الكربوهيدرات، لان انت عارف جسمك مش هيحرق دهون غير لو ما لقيش كربوهيدرات، فلو عايز تخس قلل من السكر والنشويات. برضو مرضى السكر بيبقى عندهم السكر عالي، فعشان كده لازم يقللوا الكربوهيدرات، يقولوا بلاش سكريات، لان مرض السكر ده بيبقى السكر عنده عالي، يبقى اسمه مرض البول السكري، بينزل حتى سكر في البول في البيبي بتاعهم. فيجب تقليل تناول الاطعمه السكريه والنشويه لمرضى السكر والايه والسمنه. الصيغه العامه للكربوهيدرات CH2ON، الكربون جد الاكسجين نص الهيدروجين. لو الكربونه دي هتبقى 5 يبقى الاتش هتبقى ضعفها 10، يبقى الاو هتبقى 5. الكربون جد الاكسجين نص الهيدروجين، دي اسمها الصيغه العامه للكربوهيدرات CH2ON. عشان لان دي زي ما انتم عارفين بتعبر عن عدد ذرات الكربون او عن عدد ذرات الاكسجين. يبقى لان دي زي ما انت شايف اهو، نجيب القلم تاني، دي واحده شباب يبقى لان دي اللي موجوده في الصيغه، لان دي اللي موجوده في الصيغه فينا دي بتعبر عن عدد ذرات الكربون، بتعبر مثلا عن عدد ذرات الاكسجين، بتعبر عن نص الهيدروجين. يعني دي لو 5 يبقى الهيدروجين معناها 10، فدي كلها الان اللي هي موجوده في الصيغه. لو جالك سكر حيواني ثنائي مفيش غيره اللاكتوز، لان المالتوز سكر الشعير والسكروز سكر الجسر، دي سكريات نباتيه. الوحيد الحيواني اللي هو اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، وغير متجانس لان بيتكون من حاجتين غير بعض، بيتكون من جلوكوز وبيتكون من جلاكتوز، فهو بيتكون من حاجتين غير بعض، فهو سكر غير متجانس. كلمه متجانس يعني حاجتين زي بعض، لكن هو سكر غير متجانس. سكر حيواني عديد الجلايكوجين لانه ده يخزن في الكبد والعضلات، موجود في الكبده واللحمه، فهو يخزن في الكبد والعضلات. سكر نباتي ثنائي يبقى لا اما عندك مالتوز لا اما عندك سكروز، بس قال لك متجانس يبقى ايه المالتوز؟ ايه المالتوز؟ 2 جلوكوز وعم سكر فرق الجلوكوز، يبقى ده المالتوز، لان المالتوز متجانس بيتكون من جلوكوز وجلوكوز، لكن السكروز غير متجانس. سكر نباتي ثنائي غير متجانس السكروز لان ده جلوكوز وفركتوز. العلاقه بين، نشوف السؤال اللي بعده، العلاقه بين التركيب الجزيئي للسكر ووزنه الجزيئي. العلاقه بين التركيب الجزيئي للسكر ووزنه الجزيئي، كل ما تركيبه يزيد كل ما وزنه يزيد، علاقه طرديه. يعني السكر الاحادي اخف ولا الثنائي؟ اكيد الاحادي اخف، لان الثنائي جزيئين من الاحادي فيكون وزنه الجزيئي اعلى، فكل ما التركيب الجزيئي يزيد كل ما الوزن يزيد. السكر المعقد سكريات عديده فوزنه كبير، فالعلاقه بتبقى علاقه ايه دكتور؟ علاقه طرديه. الجلايكوجين هو المخزون الفعلي للطاقه، لكن المخزون المباشر ATP.
العضله لو عايزه تشتغل دلوقتي هتشتغل بالاي تي بي، الاي تي بي هو اللي بيشغلها. لكن المخزون الفعلي الجلايكوجين، انا اديتها لك بمثال، قلت لك انا كصميل فعليا غني، عندي الثروه الفعليه بتاعتي عباره عن ذهب، فده المخزون الفعلي بتاعي، غنايا الفعلي ذهب. لكن لو انا رحت السوبر ماركت جبت ربع رومي، هينفع اطلع له حته ذهب؟ لا، يقول انا عايز فلوس، انا بقدر اتعامل بالفلوس، فدي المخزون المباشر. لكن فعليا انا غني بالذهب، بس لازم افك الذهب لفلوس عشان اقدر اشتري حاجات. نفس القصه المخزون الفعلي جلايكوجين. لكن لو انت عايز تشتغل الخليه الاي تي بي، المخزون المباشر اي تي بي، يبقى المخزون المباشر اي تي بي، لكن المخزون الفعلي ده بيبقى جلايكوجين اللي احنا مخزنينه. الجلوكوز هو مصدر الطاقه اللي في الاي تي بي. ما انت عارف ان الجلوكوز ده لما بنكسره بيطلع طاقه، والطاقه بنعمل منها الاي تي بي. ما احنا قلنا ان اي مركب طاقته في روابطه، فلما بنكسر روابطه بتطلع طاقته بنخزنها في الاي تي بي. فلو جالك المصدر الرئيسي للطاقه اللي في الاي تي بي هو الجلوكوز، خلاص فركز في الحته دي بتبقى مهمه يعني. طيب الاي تي بي هو المصدر المباشر للطاقه داخل خلايا الجسم، وهو المخزون المباشر، كله ده صح، وهو الطاقه اللي بتستخدمها الجسم اثناء الراحه، وانت مريح بيشغل بالاي تي بي اثناء الراحه. لكن لو انت عملت مجهود عنيف هيبدا الجسم هيخلص كل الاي تي بي، فيبدا يفك في الجلايكوجين اللي عنده ده. لو انت بتعمل مجهود فبيبدا هنا يخلص كل الفلوس دي، فيبدا يفك الجلايكوجين. لكن اثناء الراحه طبعا الاي تي بي. تمام يا دكتور، نرجع لفوق باقي الملحوظات. تمام. التسلسل الصحيح لانتاج الطاقه في النبات، اول حاجه النبات عنده بلاستيده خضراء بتعمل بناء ضوئي، فهو بيحول الطاقه الضوئيه لطاقه كيميائيه تخزن في روابط الجلوكوز. من الطاقه الضوئيه عمل الجلوكوز. عايزين طاقه فبنكسر الجلوكوز يطلع طاقه، والطاقه نعمل منها الاي تي بي، والاي تي بي ينقل الطاقه. يبقى الطاقه الضوئيه عملنا منها الجلوكوز، بعدين كسرنا الجلوكوز عملنا عمليه هدم فطلع طاقه، الطاقه خزناها في اي تي بي، والاي تي بي هينقل الطاقه. او ممكن جلوكوز تكسر ويطلع طاقه، والطاقه نعمل منها اي تي بي، والاي تي بي ينقل الطاقه. هل ينفع يا دكتور يكتب لك كده اهو مثلا، يكتب لك مثلا طاقه مثلا، او يكتب لك كده اهو جلوكوز بعدين يروح كاتب لك مثلا اي تي بي؟ فلا، المفروض جلوكوز طاقه اي تي بي، دي الادق، دي ادق جمله تختارها. خلاص فهمت الفكره؟ هل ينفع يعمل لك مثلا كده اهو اي تي بي بعدين جلوكوز؟ لا، دي جمله غلط خالص، لان انا لما بكسر الجلوكوز بيطلع طاقه، والطاقه بنعمل منها اي تي بي، فدي جمله بتبقى غلط خالص. طب السؤال اللي بقى الحته اللي بعديها، ممكن الجلوكوز بعد ما اتعمل في البناء الضوئي نخزنه في صوره نشا، لان تخزن الكربوهيدرات في النبات على هيئه نشا، فالنشا ده بعدين نفك الجلوكوز تاني، وبعدين الجلوكوز ده نكسر ويطلع طاقه، والطاقه نعمل منها اي تي بي، والاي تي بي ينقل الطاقه لو عايز تزود كمان. فده التسلسل الصحيح لانتاج الطاقه. خلاص. هل ينفع يكتب لك نشا بعديها طاقه؟ غلط، السكر المعقد ما بنطلعش منه طاقه، لازم يتفك الجلوكوز وبعدين من الجلوكوز نجيب طاقه. لكن كتب لي نشا طاقه غلط، جلايكوجين طاقه غلط. هو النبات ما عندوش جلايكوجين، بس انا بتكلم عامه يعني، فنشا طاقه غلط، لازم جلوكوز خزناه في صوره نشا، فكينا النشا الجلوكوز تاني، وبعدين الجلوكوز كسرناه طلع طاقه، والطاقه عملت اي تي بي. طيب التسلسل الصحيح بقى للطاقه، التسلسل الصحيح 15. التسلسل الصحيح للطاقه في الخلايا الحيوانيه، الجلايكوجين هنفك الجلوكوز، لان الجلوكوجين شويه جلوكوز مرتبطين، بعدين هنكسر ويطلع طاقه، والطاقه تعمل اي تي بي، والتي بي ينقل الطاقه. هل ينفع يكتب لك جلايكوجين طاقه؟ غلط، لازم الجلايكوجين يتفك الجلوكوز، والجلوكوز يطلع طاقه، والطاقه تعمل اي تي بي. الصيغه العامه لنشا فكك منها، يعني ده سؤال كان زمان واتحذف من كتاب الامتحان. اعرفوا الاطلاع فقط بيبقى سي 6 اتش 10 و5 الكل باينه، مش لازم تعرف جي منين، خلاص ففكك منه يعني كده. دي تريكات الدرس الاول خلصت معانا. طيب الدرس اللي بعده الثاني اللي بدايه، دقيقة واحدة يا شباب. 17 بيقول لك الليبيدات هي المصدر العالي. لو عايز طاقة أكتر كل ليبيدات، عايز طاقة أسرع كربوهيدرات، يبقى طاقة أسرع كربوهيدرات، طاقة أكتر ليبيدات. فالمصدر المؤجل للطاقة هو الليبيدات، الجسم مش بيلجأ للليبيدات غير لو ما لقيش كربوهيدرات. يبقى لكن لو عايز طاقة أسرع كربوهيدرات يبقى طاقة أسرع كربوهيدرات، طاقة أكتر ليبيدات. البروتين مش مهمه للطاقه، ما بتطلعش طاقه، عشان كده لو قال لك مين في دول ما ينفعش يبقى مصدر للطاقه، وجاب لك كربوهيدرات وليبيدات، وجاب لك هرمون زي الانسولين، انت عارف ان الانسولين بروتين فما ينفعش يطلع طاقه، فما اختارش البروتين اللي بيطلع طاقه. مصادر الطاقه عندنا المهمه بالنسبه لنا الكربوهيدرات، طاقه اسرع كربوهيدرات، طاقه اكتر ليبيدات. يبقى لو قال لك المصدر المؤجل للطاقه ليبيدات، طاقه اسرع كربوهيدرات. 18 الجسم مش بيبدا في استخدام طاقه الليبيدات الا لو ما لقيش كربوهيدرات، عشان كده لو عايز تخس قلل الكربوهيدرات، فجسمك يبدا يحرق في اللظاليز اللي عندك في الدهون اللي تحت الجلد. معدل تخزين الطاقه في الشخص النحيف اقل طبعا من الشخص التخين، التخين عنده لظاليز كتير، ما انت عارف ان الدهون دي مصدر مؤجل للطاقه،
فمعدل تخزين الطاقه في الشخص النحيف الرفيع يعني بتكون اقل من الشخص التخين السمين. طب اللي بعده عدد الاحماض الدهنيه في 10 فوسفوليبيد. انت عارف ان الفوسفوليبيد دي ليبيد معقد، احنا عارفين ان الليبيد البسيط احماض دهنيه وكحولات بس، المعقد بيبقى احماض دهنيه وكحولات وكولين وفوسفات، والكولين في نيتروجين والفوسفات في فوسفور، عشان كده بيبقى فيها سي واتش واو ان وبي زي ما احنا متعلمين. انت عارف ان الفوسفوليبيد عباره عن 2 حمض دهني وجليسرول، وبدل الحمض الدهني اللي شلناه ده كولين وفوسفات، بدل الحمض الدهني التالت كولين وفوسفات. فانت لو معاك 10 فوسفوليبيد يبقى معاك كام حمض دهني؟ 20، معاك كام جليسرول؟ 10، معاك كام كولين؟ 10، معاك كام فوسفات؟ 10، لان انت عارف ان الفوسفوليبيد الواحد فيه حمضين، فلو معاك 10 يبقى فيهم 20، الفوسفوليبيد الواحد فيه جليسرول واحد، فلو معاك 10 فوسفوليبيد يبقى معاك 10 جليسرول، الفوسفوليبيد الواحد فيه كولين واحد، فلو معاك 10 فوسفوليبيد يبقى معاك 10 كولين. فخلي بالك في الحته دي بتبقى مهمه وبتيجي كتير في الاسئله. اللي بعده 21 الافضل في انتاج الطاقه. اسرع حاجه السكر الوحيدي، بعدين الثنائي لازم تفك الوحيدي، بعدين المعقد. ما لقيتش ده كله تدخل بقى على الدهون، ما لقيتش ده كله تدخل على البروتين، دي اخر حاجه، يبقى انت هتموت بعديها خلاص. يبقى اسرع حاجه الاحادي ثم الثنائي ثم المعقد. خلصنا كربوهيدرات ندخل على الدهون لو جالك الافضل او الاسرع، واخر حاجه هتبقى البروتين، فدي الافضل في انتاج الطاقه. 22 كل الليبيدات فيها احماض دهنيه لكن مش كلها فيها جليسرول. المعلومتين صح، كل الليبيدات فيها احماض دهنيه، اصلا وحده بناء الحمض الليبيد الواحده اللي بيدينا منها ليبيد اسمها حمض دهني، لكن مش كلهم فيهم جليسرول. ليه؟ لان انت فاكر الشمع كان عباره عن حمض دهني كبير وكحول احاد الهيدروكسيل، ما انت عارف ان الجليسرول فيه 3 هيدروكسيل، لكن الشمع ما يكونش فيه جليسرول، بيكون فيه كحول احاد الهيدروكسيل. فلو جالك كل الليبيدات فيها جليسرول قول له غلط، الشموع ما فيهاش، فمش كل الليبيدات فيها جليسرول لكن كلهم فيهم احماض دهنيه، فدي تركات في غايه الاهميه. طيب يا دكتور اللي بعده 23 المسؤوله عن الحاله الفيزيائيه للليبيدات سواء صلبه او سائله. طبعا نوع الحمض الدهني مشبع او لا، لان انا علمتك الشبعان تجلان صلب، الغير مشبع سائل. قلنا الشبعان كلمه مشبع يعني شبعان بالهيدروجين، والشبعان تجلان بيبقى صلب، لكن الغير مشبع فيه هيدروجين اقل وده بيبقى سائل. عشان كده طبعا ليه الدهون صلبه؟ عشان فيها احماض دهنيه مشبعه. ليه الزيوت سائله؟ عشان فيها احماض دهنيه غير مشبعه. مين فيها هيدروجين اكتر؟ الدهون، لان مشبع. الشبعان شبعان بالهيدروجين والشبعان تجلان. فهنا الحاله الفيزيائيه صلب ولا سائل دي بتعتمد على نوع الحمض الدهني، ان كان مشبع ولا مش مشبع. قلنا المشبع فيها هيدروجين اكتر، غير مشبع فيها هيدروجين اقل. الليبيدات مركبات طبعا غير متجانسه. ليه يا دكتور؟ عشان بتتكون من احماض دهنيه وكحولات، مش من حاجه واحده. متجانسه يعني من نفس الحاجه، لكن هي لا، بتتكون من احماض دهنيه وكحولات، فالليبيدات غير متجانسه. الهرمونات ممكن تكون بروتين وممكن تكون دهون، لان احنا خدنا في اهميه البروتين انزيمات، هرمونات، دم وليمف وعضلات. فالهرمون ممكن يبقى بروتين زي الثيروكسين هرمون الغده الدرقيه، زي الانسولين، اي حاجه رايين بتبقى بروتين. وممكن يبقى دهني لان الاسترويدات تعمل كهرمونات. قلنا الهرمونات الدهنيه، الهرمونات الدهنيه هي هرمونات جنسيه، الهرمونات الجنسيه كلها اللي هم تستوستيرون واندروستيرون، اي حاجه فيها سين وت وراء دي بتبقى استرويد، في سين وت وراء، استروجين، بروجسترون، تستوستيرون، اندروستيرون، زود عليهم الكورتيزون. كل الحاجات دي بتبقى هرمونات دهنيه، بتبقى هرمونات ايه؟ دهنيه. فالهرمون ممكن يبقى بروتيني زي الثيروكسين، ممكن يبقى دهني زي الهرمونات الجنسيه والكورتيزون، دي بتبقى هرمونات دهنيه فاعرفها. 26 الليبيدات البسيطه قسمنا البسيطه لزيوت ودهون وشموع، زيوت ودهون وشموع على حسب ايه؟ على حسب نوع الاحماض الاول. لو الاحماض الدهنيه مشبعه يبقى دهون، غير مشبعه يبقى زيوت. على حسب نوع الكحول، لو الكحول جليسرول يبقى زيت او دهن، لو الكحول احاد الهيدروكسيل يبقى شموع. فهنا التقسيمه على حسب ايه؟ كانت على حسب نوع الكحول ودرجه تشبع الحمض الدهني، مشبعه كانت دهون، غير مشبعه زيوت. لو الكحول جليسرول يبقى زيت او دهن، الكحول احاد الهيدروكسيل يبقى شموع. فالتقسيمه دي كانت على حسب نوع الكحول ودرجه تشبع الحمض الدهني. لو جالك بروتينات موجوده في الدم، عندك الالبيومين في بلازما الدم. لما خدنا البروتينات قلنا بسيطه ومرتبطه، البسيطه القلب، البسيطه الالبيومين، والالبيومين في 2 ب بذور واوراق النباتات وبلازما الدم. فهنا موجود الالبيومين. مين تاني؟ الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء. فعندك الالبيومين في بلازما الدم والهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء. خلاص يبقى الالبيومين والهيموجلوبين. طيب بروتينات موجوده في الحيوان والنبات، طبعا مين يا دكتور؟ الالبيومين، لسه جايلها لك، في بذور واوراق النباتات وفي بلازما الدم، فهو موجود في النباتات وعندنا احنا كمان. طب مين تاني؟ الكروماتين، دي ان ايه وبروتين، مفيش كائن ما عندوش دي ان ايه، فالكروماتين دي ان وبروتين موجود برضه في الحيوانات والنباتات، يبقى الالبيومين والكروماتين. 29
البروتينات بتختلف حسب اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه المكونه ليها. فاكر لما قلنا ازاي من 20 نقدر نعمل الملايين؟ وده لانها بتختلف حسب اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه المكونه ليها. الاحماض الامينيه بتختلف عن بعضها في مجموعه الالقايل. ما احنا قلنا ان الاحماض الامينيه كم نوع يا دكتور؟ بيبقوا 20. 19 وواحد. الواحد ده اسمه جلايسين، ده حاله شاذه اعرفها للاطلاع. ده بيكون عنده ما عندوش القايل، ده بيكون تركيبه بيبقى عنده هنا مجموعه امين NH2 مجموعه كربوكسيل COOH، ما هو حمض اميني، وهنا ذره هيدروجين وهنا هيدروجين، بيبقى عنده ذره هيدروجين اخرى بدلا من الالقايل. يعني الجلايسين ده ما عندوش القايل. لكن ال 19 الباقيين في الالقايل مختلفين، يبقى 19 الباقيين في الالقايل مختلفين، فبتختلف الاحماض الامينيه في مجموعه الالقايل. ال 19 الباقيين في الالقايل مختلفين، لكن في واحد اصلا ما عندوش القايل اللي هو الجلايسين، اعرفها كمعلومه للاطلاع. عدد السلاسل الابتدائيه التي يمكن تكوينها من 3 احماض امينيه متشابهه سلسله واحده. بص لو انا عندي 3 احماض امينيه متشابهه، فهنا حمض اميني A ماسك في A ماسك في A، العدد 3، الانواع كلهم A، الترتيب A فخلاص. فطب بدل هتجي هات الاي دي هنا هي A. فهم 3 احماض امينيه متشابهه، يبقى يعملوا لك سلسله واحده، سلسله A واحده. طب لو عندي 3 احماض امينيه مختلفه، لا تعال نشوف بقى. ادي A ادي B ادي C، دي اول سلسله اقدر اعملها. ممكن اعمل كده اهو، ممكن اعمل كمان ده ABC اهو المنظر ده، ممكن اعمل A واحط السي في النص ACB، ممكن اجيب البي في الاي في النص، ادي الاي في النص وادي البي وادي السي. فعملت كام سلسله؟ 3 سلاسل. يبقى لا اما ABC لا اما ACB لا اما BEC. فانت هتديني كام سلسله؟ 3 سلاسل مختلفه. يبقى هنا لو عندي 3 احماض امينيه مختلفه هتديني 3 سلاسل مختلفه. خلاص. هي طبعا مش دقيقه لان فيها افتراضات ثانيه ففكك منها، يعني هي مش دقيقه للامانه العلميه يعني. خلاص. لان هو هنا بيشترط ان ال3 احماض امينيه يبقوا داخلين في السلسله، لكن مش عايز يبقى واحد مكرر، يعني مش عايزك تعمل AAB AAC، لا هو عايز 3 احماض امينيه مختلفين موجودين في السلسله، فهنا يبقوا 3 احتمالات بس، 3 سلاسل. خلاص. طيب سؤال 23. هي في معلومه تاني مش عليك للامانه، مش عليك. يعني هم لو انا قلت لك انا معايا 20 نوع من الاحماض الامينيه، 20 نوع، اقدر اعمل منهم كام ثنائي بيبتيد؟ كام ثنائي بيبتيد مختلف؟ هي مش علينا المعلومه دي. ازاي من ال 20 نوع تقدر تعمل كام ثنائي بيبتيد مختلف؟ ثنائي بيبتيد يعني حمضين، فبنعمل ايه؟ هم 20 فبنقول 20 او بنقول 2. انا عايز اعمل ثنائي بيبتيد اللي هو حمضين، 2 ثواني واحده دقيقه واحده، 20 اس 2 فهي 20 في 20 ب 400، فممكن اعمل 400 ثنائي بيبتيد. هم 20 نوع وانا عايز اركب كل 2 مع بعض، فدي احتماليه بتتعمل هناخدها في ثالثه ثانوي، هتبقى صعبه عليك شويه في اولى. فهنا 20 اس 2 يعني 20 في 20 ب 400 ثنائي بيبتيد. يبقى لو جالك من 20 نوع من الاحماض الامينيه تقدر تعمل كام ثنائي بيبتيد مختلف؟ كله 20 اس 2 فاقدر اعمل 400. اعرفها بس مش مهمه قوي، هي اهميتها كلها في السنه في ثالثه ثانوي، يعني دلوقتي مش مهم بالنسبه لي. التركيه اللي بعديها رقم 33. 33 دي زهقنا منها زهق السنين، وقلناها في الشرح مليون مره. كم قاعده في الدي ان 4 صاجات، كم قاعده في الار ان اي 4 صاجو، كم قاعده في الاثنين 5 لان في 3 مكررين. مين هم الخمسه؟ سي وجي واي وتي ويو، لان في 3 مكررين اللي هي السي والجي والاي، شرحناها بالتفصيل الممل في كورس الايه الشرح. طب نرجع لباقي المعلومات، باقي التريكات. 36 عدد القواعد المشتركه 3. مين هم ال3 يا دكتور؟ اللي هم مين يا دكتور؟ سي وجي واي، هم دول متكررين، فهنا القواعد المشتركه 3. عدد النيوكليوتات الدي ان ايه 4 سكرهم ديوكسي رايبوز. طب الار ان ايه 4 سكرهم رايبوز، يبقى الدي ان ايه عنده 4 سكرهم ديوكسي رايبوز والار ان ايه 4 سكرهم رايبوز، يبقى الاثنين مع بعض 8. كم واحده متكرره؟ 0 لان هنا السكر مختلف. يبقى الدي ان ايه 4 ديوكسي رايبوز، الار ان ايه 4 رايبوز، الاثنين مع بعض 8. طب كم واحده متكرره؟ 0. يبقى الاثنين مع بعض طبعا 8. كم واحده مشتركه؟ هتبقى 0. ارجع لحصه الشرح هتفهمهم اكتر من هنا. الدي عنده تي قاعده في الدي ان بس الصيمين، عشان كده بقول لك قاعده توجد في الكروموسوم، ما يقصد الكروموسوم اللي هو الدي ان تبقى الصيمين بس. قاعده توجد في الكروماتين، ما الكروماتين دي ان وبروتين يبقى الصيمين، لان الدي عنده تي لكن الار عنده يو، الار عنده طبعا يو راسيل. سكر الار ان ايه كلنا عارفينه اسمه رايبوز، لان هو اسمه الحمض النووي الرايبوزي، الحمض النووي الايه الرايبوزي. لكن سكر الدي ان ايه ديوكسي رايبوز، والحته دي طبعا مهمه وممكن تجيلك في الامتحان.
الريبوز بيبقى سي 5 H10O5، لكن الديوكسيريبوز ناقص اكسجين، فالاو بتبقى 4 لان هو ناقص اكسجين. قلنا الفرق بين الاثنين اكسجين في ذره الكربون رقم 2. فهنا الريبوز سي 5 H10O5، الديوكسيريبوز سي 5 H10O4. تختلف صفات، قلنا ليه احنا مختلفين عن بعض؟ لان معلوماتنا مختلفه. قلنا معلوماتنا بتظهر صفاتنا. انا الدي ان بتاعي في معلومات بتقول ان الصميل ده هيبقى عينه بني، في حد تاني في معلومه عنده تقول ان هيبقى عينه ازرق. فمعلوماتنا بتظهر صفاتنا. ليه الكلب مش شبه القطه؟ لان المعلومات الوراثيه مختلفه، والمعلومات الوراثيه اللي هي مين؟ اللي هي الجينات، والجينات اللي هي النيوكليوتيدات. يبقى بسبب اختلاف ترتيب النيوكليوتيدات، اختلاف الجينات، مثلا تنوع الجينات ده اللي بيخلي فيه تنوع في الصفات. يبقى ليه تختلف الصفات؟ باختلاف ترتيب النيوكليوتيدات او تنوع الجينات. خلاص. 46 الخليه. بص بقى في التركه دي، اول حاجه اصغر حاجه هي النيوكليوتيده، فدي النيوكليوتيده. شويه نيوكليوتيدات مع بعض هيعملوا لك جين، شويه جينات مع بعض هيعملوا لك الدي ان ايه. الدي ان ايه هيعمل لك الكروموسوم. الكروموسوم دي ان ايه بروتين، والكروموسوم موجود جوه النواه، والنواه جوه الخليه. فدي لو جاب لي الرسمه دي من السؤال الكبير، يبقى النيوكليوتيده شويه نيوكليوتيدات مع بعض عملوا لك جين، شويه جينات عملوا دي ان ايه. الدي ان ايه اللي هو الكروموسوم، وفي الاخر جوه النواه اللي هي جوه الخليه. خلاص تمام. شوف التركه اللي بعديها. التركه اللي بعديها 47 بيقول لك معدل البناء في الطفل اكتر من الهدم. طبعا الطفل بيكبر فبيبني اكتر ما بيهدم، يبقى لو جاب لي رسمه لمعدل البناء والهدم، الطفل هيكون عنده البناء اكتر من الهدم، على عكس الراجل الكبير في السن بيكون عنده الهدم اكتر من البناء، لكن الطفل بيبني اكتر ما بيهدم. العلاقه بين التغير في تركيز ماده التفاعل والنواتج بمرور الزمن. كل شويه احنا اتفقنا مع بعض في 3 علاقات كانوا مهمين قوي. علاقه مع الزمن، اللي هما مع الزمن. مين اللي تركيزه ثابت مع الزمن؟ ده الانزيم، لان الانزيمات ولا تتاثر ولا تستهلك. طب مين اللي بتقل؟ المتفاعلات، كل شويه تقل. طب مين بتزيد؟ النواتج، لان الانزيمات بتزود النواتج وتقلل المتفاعلات، فالنواتج مع الوقت بتزيد والمتفاعلات بتقل. شرحتها لك بطريقه حلوه، قلت لك عندي شكاره جمح هحولها للدقيق، فكل شويه الجمح بيقل والدقيق بيزيد، النواتج بتزيد والمتفاعلات بتقل، هنحطهم في رسمه واحده. فمين اللي بتقل؟ المتفاعلات. مين يا دكتور اللي بتزيد؟ النواتج. يبقى النواتج بتزيد والمتفاعلات بتقل، والرسمه دي اتشرحت بالتفصيل في كورس الشرح. طيب 49 العلاقه بين نشاط الانزيم ودرجه الحراره. رسمه الجبه بتبقى علاقه طرديه ثم عكسيه، فالعلاقه بتبقى طرديه ثم عكسيه بتبقى طرديه لغايه المثلى، بعدين تقلب بعكسي. المنظر ده اسمه مدى حراري واسع، لكن ده مدى حراري ضيق. انا ببص من تحت فده هنا المدى ضيق، لكن ده المدى واسع. هنا الاولى دي حساس للتغيرات في درجه الحراره الجوي، لان هنا بيكون مدى ضيق. العلاقه بين نشاط الانزيم والأس الهيدروجيني برضه رسمه الجبه. عندك البيبسين بيشتغل في بي اتش حامض 2، البيبسين بتاع المعده، تريبسين الامعاء في بي اتش قاعدي 8، والاثنين متخصصين في هضم البروتين. فلو جالك ماده غذائيه بتهضم في كلا الوسطين يبقى البروتين، لان البيبسين بيشتغل في بي اتش 2 والتريبسين بيشتغل في بي اتش كام؟ بي اتش 8. 51 يا شباب العلاقه بين معدل التفاعل وتركيز ماده الهدف. اتفقنا كل ما بتزود ماده الهدف السرعه بتزيد ثم تثبت. قلنا العلاقه رسمتها لك، قلت لك بتبقى كده ثم كده، وفهمتها لك حلو قوي. قلت لك مثلا لو انا عندي دلوقتي مثلا 4 انزيمات، ادي انزيم وادي الثاني وادي الثالث وادي الرابع، وعندي مثلا ماده تفاعل واحده، كم انزيم شغال؟ واحد. طب لو خليتهم مادتين هيشتغلوا انزيمين، خليتهم 3 هيشتغلوا 3 انزيمات، خليتهم 4 هيشتغلوا 4 انزيمات، طب خليتهم 5 برضه مش هيشتغلوا غير 4 انزيمات. عشان كده سودت. ليه سودت؟ لان الانزيم خلص. هنا بنحتاج مزيد من الانزيمات، يبقى نحتاج مزيد من الانزيمات عند النقطه دي، شرحناها 900 مره دي. طب التركه اللي بعدين العلاقه بين معدل التفاعل وتركيز الانزيم برضه طرديه ثم تثبت، وبرضه دي اتشرحت بطريقه حلوه. قلت لك بتبقى الرسمه دي، قلت لك مثلا انا عندي انزيم واحد، مثلا انزيم واحد اهو، ده انزيم واحد وقدامه 4 مواد، ادي 1 2 3 4. لو انا افترضت ان الانزيم بياخد في الماده ربع ساعه، فعشان يخلص الاربعه هياخد ساعه، فلو بدا الساعه 7 هيخلص مثلا الساعه 8 هياخد ساعه. طب لو بيجوا انزيمين هيخلصوا في نص ساعه، فهيبداوا 7 هيخلصوا 7 ونص. طب لو بيجوا 4 انزيمات هيشتغلوا بسرعه يخلصوا بسرعه، هيخلصوا في ربع ساعه، فيبداوا الساعه 7 7 وربع يبقى خلصان. فكل ما بزود السرعه بتزيد. طب لو بيجوا 5 انزيمات هيخلصوا في ربع ساعه، 6 انزيمات في ربع ساعه، 100 انزيم في ربع ساعه. ليه؟ لان 4 شغالين والباقي عطلانين. عشان كده رضيت ثم ثبتت. ليه ثبتت؟ لان هنا الماده المتفاعله خلصت، هنا بنحتاج مزيد من ماده التفاعل، يبقى هنا ماده التفاعل خلصت، تم استهلاك كل ماده التفاعل، فهنا بنحتاج لمزيد من ماده التفاعل. فهمتوا الفكره؟ هي دي الفكره كلها بتاعتهم. طيب
نرجع فوق. العلاقه بين معدل النواتج، ما احنا قلنا بس خلي بالك المفروض النواتج بتزيد، بس خلي بالك من الكلمه دي، جالك في وجود المثبطات، والمثبطات بتقلل نشاط الانزيمات فبتقلل النواتج، يبقى هنا لانه جالك مثبطات فبتقلل النواتج. يا دكتور انت قلت ان النواتج بتزيد، بس المثبطات بتقلل نشاط الانزيمات، فمع الوقت النواتج هتقل خالص خالص خالص. طيب السؤال اللي بعده، سؤال 54. المركبات اللي فيها، احنا بص اتفقنا مع بعض ان الكربوهيدرات بيبقى فيها سي واتش واو بس اللي هي الكربوهيدرات. دخلنا بقى على الليبيدات، قلنا الليبيدات فيه بسيطه ومعقده ومشتقه، قلنا البسيطه احماض دهنيه وكحولات بس وفيها سي واتش واو بس. الليبيدات المعقده بتبقى احماض دهنيه وكحولات وكولين وفوسفات، عشان كده سميناها فوسفوليبيدات، والكولين في نيتروجين والفوسفات في فوسفور، فبيكون فيها سي واتش واو وان وبي. دخلنا على البروتين، البروتين في نيتروجين بيكون فيه سي واتش واو وان، ممكن كمان يبقى معاه اي لو هو سيروكسين، او حديد لو هو هيموجلوبين، او فوسفور لو هو كازين. خلاص بعدين دخلنا على الدي ان اي والار ان اي، بيكون فيهم سي واتش واو وان وبي، لان القاعده النيتروجينيه فيها نيتروجين والفوسفات فيها فوسفور. خلاص فدي قلت لك رجعناهم كلهم، خلاص مش محتاجين نقولهم يعني، اتجالوا كلهم، كله ده اتجال. هيما بيشيل حديد، الهيموجلوبين فيه حديد، هيما بيشيل حديد، السيروكسين فيه اي طبعا، الكازين اللي هو بروتين اللبن، صب لي كاس اللبن بيكون بفوسفور، فيه فوسفور. 59. الطاقه بتاع الليبيد طبعا اكبر من الكربوهيدرات، ما انا قلت لك عايز طاقه اكتر لبدايات، طاقه اسرع كربوهيدرات، فطاقه الليبيد اكبر، بتكون بص مثلا زي حوالي الضعف تقريبا يعني لو جرام كربوهيدرات بيدي 4 كالوري، جرام الليبيد بيدي 9 كالوري، فتقريبا بيدي اكتر. عشان كده لو قال لك مثلا، اذا علمت ان مثلا ان الجلوكوز الواحد او خليها جرام، مثلا جرام كربوهيدرات بيدي س طاقه، طب لو انا استخدمت جرام دهون هيدي اكتر من السين، لان الدهون طاقتها اكتر من الكربوهيدرات، فيدي اكتر من السين طاقه، هيدي كميه اكبر لان طاقه الدهون اكبر من طاقه الكربوهيدرات. فلو عايز تجيب نفس الكميه استخدم كميه دهون اقل، لو انت عايز تجيب سين بس يبقى نستخدم كميه دهون اقل عشان اطلع نفس الكميه، يبقى استخدم دهون ايه اقل. تمام كده الباب الاول تركته خلصت. الباب الثاني، خد لك ريست كده وادخل معايا على الباب الثاني كده، هتلاقي فيه تركات حلوه. تتميز جميع الكائنات الحيه بخصائص وصفات مشتركه، كل الكائنات بتعمل تغذيه، بتتغذى، كل الكائنات بتتنفس، كل الكائنات بتتحرك زي ما اتفقنا، عندها حركه يعني. فانا رتبهم لك بالترتيب. اول حاجه عملنا الاكل سميناه تغذيه، نقلنا الاكل الجسم كله سميناه نقل، بدانا نكسر الاكل ونطلع منه طاقه سميناه تنفس خلوي، اتبقت شويه فضلات عملنا لهم اخراج كده والاحساس، ده كده منهج ثانيه ثانوي. عملنا الاكل نقلناه للجسم كله، كسرناه تنفس خلوي، اتبقت شويه فضلات عملنا لها اخراج والاحساس، دي كلها 5 عمليات حلويه، حيويه ما يعملهاش غير الكائن الحي. في ثالثه ثانوي هناخد الحركه دي عمليه ما يعملهاش غير الكائن الحي والتكاثر. فكل الكائنات بتتميز بالحاجات دي، انها بتعمل عمليات حيويه اللي قدام عينيك، بس مش كلهم بيعملوا بناء ضوئي. هل كلهم بيعملوا بناء ضوئي؟ لا، اللي بيعمل بناء ضوئي بس اللي عنده بلاستيده خضراء زي النباتات الخضراء والطحالب الخضراء، دول بس اللي بيعملوا بناء ضوئي. يبقى كل الكائنات بتعمل دول ما عدا البناء الضوئي ما يعملهاش غير النباتات الخضراء والكائنات والطحالب الخضراء. لتتمكن من رؤيه خليه، لو انت عايز تشوف نسيج، لتتمكن من رؤيه انسجه يبقى ضوئي، لان الضوئي بيتيح فرصه لرؤيه الانسجه، لان الضوئي مش بيكبر قوي فيقدر يوريك نسيج ونسيج ونسيج. فلو عايز تشوف خلايا كتير يبقى روح للضوئي، لان الضوئي بيديك فرصه لرؤيه الانسجه. بالضوئي بنقدر نشوف طبعا زي ما فحصنا البصل النواه والسيتوبلازم والجدار، نواه وسيتوبلازم وجدار، فبنقدر نشوف النواه اللي هي الكروموسومات والسيتوبلازم والجدار. طبعا بنقدر اوضح صوره ليها بتبقى في الطور الاستوائي، فاوضح صوره في الطور الاستوائي، فالمشهد الضوئي يقدر يوريك طبعا ده كله، يقدر يوريك البلاستيده الخضراء بس صغنونه خالص، لكن لو عايز تشوف تفاصيلها يبقى لازم الكتروني، فهو يقدر يوريك حاجات بسيطه قوي، ده الميكروسكوب الضوئي. العلاقه بين عدد الخلايا وقوه التكبير عكسيه، قلنا عدد عكسيه، كل ما تكبر العدد يقل، العلاقه بتبقى كده اهو عكسيه، كل ما قوه التكبير تزيد كل ما العدد يقل. قلت لك لو انت متصور صوره انت و10 اصحابك، الصوره من بعيد كلكم باينين، لكن لو انا زومت هتلاقي ان العدد يقل والحجم يزيد، فكل ما تكبر العدد يقل والحجم يزيد. العلاقه بين العدد عين عكسيه، عدد عكسيه، عدد عكسيه. عشان كده لو عايز اكتر عدد استخدم اقل قوه تكبير، طب لو عايز اقل عدد استخدم اكبر قوه تكبير، فالحاجات دي مهمه وبتفرق. خلاص. طب العلاقه بين الحجم طرديه، كل ما تكبر الحجم يكبر، يبقى كل ما تكبر الحجم يكبر، يبقى الحجم طرديه والعدد عين عكسيه. اللي بعده سؤال رقم 6.
العلاقه بين الطول الموجي وقوه التكبير، طبعا انت عارف كل ما تصغر تشوف الحاجه اكبر، فالعلاقه عكسيه، كل ما تصغر تشوف الحاجه اكبر. الميكروسكوب الالكتروني الطول الموجي بتاعه قصير عشان كده بيكبر قوي، فالعلاقه طبعا عكسيه. الصوره في المجهر الالكتروني عاليه التكبير عاليه التباين، في المجهر الضوئي منخفضه التكبير منخفضه التباين. ليش معنى؟ عشان الطول الموجي بتاع الالكتروني قصير فبيكبر حلو. الفيروس ما يتشافش بالمجهر الضوئي، يتشاف بالالكتروني. الفيروس اصغر من البكتيريا حوالي 100 مره، عشان كده ما اقدرش اشوفه بالضوئي، لازم الكتروني. يبقى لو جالك فيروس زي كورونا زي الايدز زي فيروس سي يبقى لازم مجهر الكتروني عشان اشوفه. شوان سرج من شلايدن، شلايدن قال كل النباتات، شوان قال طب كل الحيوانات، فشوان سرج من شلايدن. شلايدن هو اول واحد قال الوحده البنائيه، لان قال لك النباتات بتتكون من خلايا، يعني هو اول من اشار الى الوحده البنائيه، يبقى هو اللي قال ان الخليه هي الوحده البنائيه. لكن فيرشو اللي قال الوحده الوظيفيه، كل ده اتقال بالتفصيل في الشرح. فيرشو اول من اثبت ان الخليه هي الوحده الوظيفيه بجانب كونها البنائيه. مين اللي قال البنائيه؟ شلايدن. مين اللي قال الوظيفيه؟ فيرشو طبعا. طيب ال11 جميع الكائنات تتكون من خلايا مرتبطه ببعضها، غلط، لان في كائنات وحيده الخليه. فلو بقول لك كل الكائنات بتتكون من خلايا كتير، غلط، لان في كائنات وحيده الخليه زي الاميبا والبراميسيوم، يبقى نقول العباره غير صحيحه. طب ال12 ايه اللي يحصل لو الغشاء البلازمي كان عباره عن طبقه واحده مش طبقتين؟ كان هيتكور على نفسه وكل البروتوبلازم هيطلع بره والخليه تموت وتتلف، يبقى كان هيتكور على نفسه وينتشر البروتوبلازم خارج الخليه وتموت الخليه وتتلف. الياف هيكل الخليه دي هي بتتصل بعضيات الخليه، كان بيرسم لك كده الغشاء البلازمي كده اهو، طبقتين من الفوسفوليبيدات، كنت بتلاقي رسم الياف منها، دي اللي بتتصل بهيكل بعضيات الخليه، دي اسمها الياف هيكل الخليه، ودي بتتصل بعضيات الخليه. اختفاء ثقوب الغشاء النووي، لو ما فيش ثقوب الغشاء النووي مش هتقدر تعمل ولا بروتينات ولا كربوهيدرات ولا ليبيدات، بس الاهم الاول البروتينات، لان انت عارف ان الثقوب دي بيطلع منها حاجتين بالار، ار ان ايه وريبوسوم، عشان الريبوسومات بتعمل بروتينات، فغياب الثقوب النوويه دي الار ان ايه والريبوسوم مش هيطلع، فمش هنعمل البروتين، ولو ما عملناش البروتين هيترتب عليه ان مش هعمل انزيم ولا كربوهيدرات، لان اي حاجه عشان تتصنع بتحتاج انزيمات، والانزيمات دي بروتينات، فغياب البروتينات هيترتب عليه عدم تصنيع كربوهيدرات وليبيدات، يبقى هنا يتوقف بناء البروتين ده بصفه مباشره، لكن بطريقه غير مباشره كربوهيدرات وليبيدات كمان، لعدم خروج الارن والريبوسوم، هو بيهتم بدي الاهم اللي هي البروتين. طبقتين الفوسفوليبيدات ما انت عارفها، عباره عن رؤوس بتحب الميه وذيول كريهه للميه، بيجابلوا بعض عن طريق الذيول، يبقى الطبقتين بيجابلوا بعض عن طريق الذيول الكريهه للماء، يبقى لو قال لك الطبقتين بيجابلوا بعض ازاي؟ بالذيول الكريهه للماء. طب بيتصلوا ازاي مع السير؟ قلنا الرؤوس اللي بتحب الميه بتجابل الميه بره الخليه وبتجابل الميه جوه الخليه، فاللي بيقابل الميه هي الرؤوس المحبه للماء، يبقى الرؤوس المحبه للماء. طيب 16 ماذا يحدث عند احلال الرؤوس مكان الذيول؟ يعني هنعكس هنخليه كده اهو بالمنظر ده، طبعا هنا الميه هتبعد خالص لان ده بيكره الميه فهيزحلق الميه، فالخليه مش هيدخلها ميه، فالخليه هتنكمش وتموت، يبقى لو بدلناهم الذيول بتكره الميه فهتزحلق الميه بعيد عن الخليه، فالخليه مش هيدخلها ميه فالخليه هتنكمش وتموت. ايه اللي يحصل لو كانت الذيول بتحب الميه؟ لو الذيول بتحب زي الرؤوس كان هيدخل كميه ميه كبيره للخليه والخليه بوم تفرجع، يبقى كان هيدخل كميه كبيره من الماء فتنفجر الخليه، خلاص كده تدخل كميه زربيح ميه. 18 العضويات الاقل تاثيرا بمذيبات الدهون اللي ما عندهاش غشاء، لان الغشاء كله دهون، فالعضويات الغير غشائيه اللي هم الرايبوسوم والسنتروسوم، لكن العضويات طبعا اللي هي الغشائيه الباقيين بيتاثروا، الغير غشائيه طبعا اللي هو الرايبوسوم والسنتروسوم والهيكل الخليه، يعني انيبيبات السيتوبلازم هيكل الخليه برضه غير غشائي، يعني لو عايز تزودها كمعلومه ليك يعني. البلاستيده بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه كيميائيه تخزن في روابط الجلوكوز، فهي بتحول الطاقه من صوره الى اخرى، دي البلاستيده الخضراء. اللي بعده 20 العلاقه بين عدد الاعراف في الميتوكوندريا، عدد الاعراف وعمله والاي تي بي اللي هي عمله طاقه طرديه، كل ما الاعراف تزيد كل ما مساحه السطح تزيد كل ما انتاج الطاقه يزيد، فالعلاقه بتبقى طرديه، والعلاقه بين عدد الاعراف في الميتوكوندريا والاي تي بي بتبقى علاقه طرديه. وفهمتك ممكن في الامتحان يرسم لك خدعه، يخدعك يجيب لك كده اهو وكده اهو، ده عنده 4 اعراف ده عنده 5، يقول لك الحته دي 5 مايكرون والحته دي 20 مايكرون مثلا، يعني 20 مايكرون، يقول لك مين بيطلع طاقه اكتر؟ واحد بيقول يا دكتور انت قلت اللي فيه اعراف كتير بيطلع طاقه كتير، ده لا طبعا ده اكتر،
ليه اكتر؟ لان هو انا واخد حته صغنونه لقيت فيها 4 اعراف، هنا واخد حته كبيره لقيت فيها 5، فده معناه ايه؟ ان ده مليان اعراف، متروس اعراف. ان انا لو خدت 20 مايكرو من دي، 5 فيهم 4، فتعالى ناخد 5 تاني، هتلاقي فيهم 4 تاني، 1 2 3 4، هتلاقي فيهم كتير، يعني كل 5 فيهم 4، فهيبقى ادي 4 1 2 3 4 1 2 3 4، وهلاقي يعني عدد كبير قوي، فده معناه ان في كتير، لان الحته الصغيره دي فيها 4 اعراف. فانا لو خدت 20 مايكرون هلاقي معناها ان انا هلاقي 5 4 و4 و4 و4، هلاقي 16 عرف، لكن هنا 5 بس. فكل ما الاعراف تزيد كل ما انتاج الطاقه تزيد، فده بيطلع اكتر لان في مساحه صغنونه لقيت اعراف كتيره. العلاقه بين الشبكه الملساء وتركيز الجلوكوز. الشبكه الملساء بتعمل ايه؟ بتحول الجلوكوز، فده الجلوكوز بتقلله، بتحوله لمين يا دكتور؟ بتحوله الى جلايكوجين، فاللي بيزيد ده جلايكوجين، فمع الجلايكوجين طرديه ومع الجلوكوز عكسيه، لانها بتحول الجلوكوز بتقلل وتحوله الى جلايكوجين، فالجلوكوز بيقل مع الزمن والجلايكوجين بيزيد، ده الزمن، هتلاقي الجلوكوز بيقل والجلايكوجين بيزيد، دي الشبكه الملساء. 22 العضيات المشتركه في عمليه الانقسام الخلوي. بتوع الانقسام طبعا الجسم المركزي بيعمل خيوط المخزن، فليه دور مهم في الانقسام لانه بيكون خيوط المخزن، والنواه طبعا النواه لازم يبقى عندي كروموسومات عشان اقدر اجسم، هو ده الانقسام، والسنترومير مهم لان 2 كروماتيد وسنترومير، فالعضيات المشتركه جسم مركزي، سنتريول صح اللي هو الجسم المركزي هو السنتريول، والسنترومير لان بيربط الاثنين كروماتيد بسنترومير، فكل ده معانا في الانقسام اللي هو جسم مركزي و2 كروماتيد وسنترومير والسنتريول اللي هو جزء من الجسم المركزي، كل ده صح. يوجد بدل الجسم المركزي في الخلايا النباتيه، سيبك من دي، خليها منطقه في السيتوبلازم، خليها منطقه، سيبك من دي عشان ما تلخبطكش، منطقه في السيتوبلازم تؤدي وظيفته، يبقى في منطقه في السيتوبلازم تؤدي وظيفته. النبات ما عندوش جسم مركزي بس عنده منطقه في السيتوبلازم، يقول لك مين اللي مسؤول عن تكوين خيوط المخزن في النبات والطحالب ومعظم الفطريات؟ تقول له منطقه في السيتوبلازم. لو اخترت سنتروسوم تبقى عبيط لان هو اصلا ما عندوش سنتروسوم، هو عنده منطقه في السيتوبلازم تؤدي وظيفته. الكاروتين صبغه لكن الكروماتين صبغي. الكاروتين كاروت جزر اصفر واحمر وبرتقاني، دي صبغه في البلاستيده الملونه، لكن الكروماتين خيوط دقيقه متشابكه ملتفه في السنه النووي تتحول الى كروموسومات عند الانقسامات، فده صبغ يعني كروموسوم، كلمه صبغ يعني كروموسوم. ايه الترتيب لانتاج اي انزيم او هرمون بروتيني؟ الترتيب اول حاجه الريبوسومات اللي على الشبكه الخشنه هتعبيه في حويصلات ناقله الخشنه، بعدين تبعته الجسم جيولوجي يعمل يستقبل ويصنف ويعدى، بعدين يعبيه في حويصلات افرازيه ثم طرده خارج الخليه كمنتج افرازي. يبقى الخطوات شبكه خشنه، حويصلات ناقله، جسم جيولوجي، حويصلات افرازيه، بعدين خارج الخليه كمنتج افرازي، دي خطوات تصنيع اي هرمون بروتيني. لو دهني هتبقى شبكه ملساء، هنستبدل دي بالملساء لو هو كان دهني يعني. 26 جميع الهرمونات تنتج من الشبكه الخشنه غلط، لان الهرمونات نوعين، في هرمونات بروتينيه ودهنيه. البروتينيه من الخشنه لان الخشنه عليها ريبوسومات فبتعمل بروتينات، الناعمه مش عليها ريبوسومات فبتعمل ليبيدات، الناعمه بتعمل ليبيدات، فالهرمون البروتيني من الخشنه لكن الهرمون الدهني من الملساء. عشان اقول لك مين العضيه المسؤوله عن تكوين الهرمونات الاسترويديه، مين الهرمون المسؤول عن تكوين الفوسفوليبيدات، طالما قال لك ليبيدات يبقى العضيه، انا اسف لو قال لك مين العضيه المسؤوله عن تكوين الفوسفوليبيدات، مين العضيه المسؤوله عن تكوين الهرمونات الاسترويديه، طالما دهون يبقى شبكه ناعمه ملساء، لكن لو بروتين تبقى خشنه. 27 دي قلنا ان اللايسوسومات بتدمر الميكروبات، وكمان بتخلصنا من الخلايا المسنه او الهرمه زي كرات الدم الحمراء بتكسرها لحديد وبروتين، ادي كرات الدم الحمراء فيها هيموجلوبين، هيما بيشيل حديد، بتكسر الحاجتين حديد وبروتين، نرموهم ولا نستخدمهم بنعملهم ريسايكلينج، اعاده تدوير، بناخد الحديد ونعمل بيه اعاده تدوير. فلو جالك عضيات ينتج عن عملها مواد يمكن اعاده تدويرها يبقى اللايسوسومات، فهنا بيقول لك يتم داخل خلايا استخدام بعض مين دي؟ اللايسوسومات اللي هي اتكونت بواسطه جسم جيولوجي. اللايسوسومات عباره عن كيس مليان انزيمات عملوا جسم جيولوجي، يبقى اللايسوسومات بتدمر الميكروبات، يبقى الاجابه كده. 28 النسيج البرانشيمي، مش البرانشيمي بس، اي نسيج حي بيتم فيه ايض، يعني ايض يعني هدم وبناء. البرانشيمي فيه بلاستيده خضراء فبيعمل بناء ضوئي، البرانشيمي بيكون فيه بلاستيده بيضاء فممكن يعمل بناء للنشا، دي عمليات بناء. كمان اي خليه بتكسر الجلوكوز وتطلع منه طاقه فبيحصل فيها هدم وبناء ايض، لكن ما ينفعش يكون خليه ميته. يعني هل ممكن الاسكرانشيمي يحصل فيه ايض؟ لا لانه ميت، الخشب ميت، الانابيب الغربانيه ميته، فدول ما ينفعش يحصل فيهم ايض يعني لازم تبقى خليه حيه يحصل فيها هدم وبناء. تمام. السؤال رقم 29 تركية 29 المسؤول عن التدعيم اللي بيدعموا 3 كولانشيمي وسكلورانشيمي وخشب لان فيهم ترسيب، قلنا كلمه ترسيب تغليظ تدعيم.
الكولانشيمي مغلظ بالسليلوز فبيدعم، الاسكلانشيمي سليلوز ولا جناين فبيدعم، الخشب متغلظ بالجناين فبيدعم، فاللي بيدعموا ثلاثه: كولانشيمي مغلظ بالسليلوز، اسكلانشيمي سليلوز ولا جناين، والخشب مغلظ بالجناين. في ترسيب يبقى في تدعيم، الاولاني مفيش ترسيب، مفيش تغليظ، مفيش تدعيم، في تدعيم يبقى في ترسيب يبقى في تدعيم، اللي بيدعموا ثلاثه احفظهم. 30 الانابيب الغرباليه ميته اكيد ما فيهاش نواه، لان احنا قلنا تلاشت انويتها فما فيهاش نواه. طالما ما فيهاش نواه يعني ولا دي ان ايه ولا ار ان ايه ولا ده كله ولا تنتج طاقه، دي خليه ميته. الخشب واللحاء، ايه الشبه بين الخشب واللحاء؟ ان الاثنين بينجلوا، الاثنين انسجه نجل متخصصه، اوعيه نجل، خشب بينجل ماء، خشب نقل ماء، لحاء نقل غذاء. الشبه ان هما الاثنين انسجه نجل، ان هما الاثنين انسجه وعائيه، ده الشبه بين الاثنين. الشبه كمان نوع النسيج، ده نسيج مركب وده مركب، ده بيتركب من اوعيه وقصيبات وخلايا برانشيميه، وده بيتركب من انابيب غرباليه وخلايا مرافقه، وكلاهما بينجل عصاره. دي بينجل عصاره نيئه ميه واملاح، ودي عصاره ناضجه اللي هي الغذاء. الاختلاف نوع العصاره، ده بينجل نيئه ده ناضجه، ده غذاء ده ماء. اتجاه الحركه، الخشب بينجل من الجذر لساق الاوراق من تحت لفوق بس، لكن اللحاء من الورقه لتحت ومن الورقه لفوق. ده اللحاء بينجل في اتجاهين، لكن الخشب في اتجاه واحد بس، ده الخشب وده اللحاء، خشب اتجاه واحد بس، اللحاء اتجاهين. تعيش النباتات المغموره بالكامل في الماء زي الالوديا. نبات الالوديا ده نبات مائي ما عندهوش كيوتين، ما عندهوش شمع. ما الشموع دي احنا قلنا الشموع زي ما اتفقنا مع بعضنا على حاجه مهمه، قلنا ان الشموع بتقلل فقد الميه اللي هي الكيوتين. قلنا الشموع اللي بتغطي اوراق النبات الصحراويه لتقليل فقد الميه في عمليه النتح، عشان ما ينتحش كتير، ما يفقدش ميه كتير، ربنا مغطيه بشمع كتير. الشمع ده بيختلف من بيئه لبيئه، لو نبات صحراوي بيبقى طبقه الشمع كبيره، لو نبات عادي بيبقى نص ونص، لو نبات مائي ما عندوش شمع اصلا. يعني لو قلت لك مين فيه شموع اكتر، لبيدات اكتر، نبات قصب الرمال ولا نبات قصب السكر؟ طبعا قصب الرمال، لان ده نبات صحراوي، نبات الصبار نبات صحراوي، نبات التين الشوكي نبات صحراوي، فبيكون عنده شمع كتير. لكن نبات زي القلوديا مائي ده ما عندوش شمع اصلا. فبيقول لك النباتات المائيه دي ايه اللي ممكن ما الاقوش عندها؟ ممكن ما الاقيش عندها شمع اصلا، ممكن ما الاقيش عندها ولا خشب ولا لحاء انسجه نجل، لان هي عايشه في الميه، فالميه مغطيها كلها، جالك مغموره كليا في الماء، فانا مش محتاج الخشب ينقل من جذر لساق الاوراق لانه اصلا كله في الميه، فالنبات كله في الميه. فالخشب مثلا ما فيش سكرانشيمي، مش محتاج تدعيم، مش محتاج يبقى في حاجه صلبه، ده نبات ضعيف، نبات مائي كده ضعيف في الميه، فده كله ممكن ما نلاقوهوش. فلو جالك ايه اللي ما نلاقوهوش؟ الخشب، الشموع، السكرانشيمي. جدار المعده عضلي، بطانه المعده طلائي. قلت لك تسمع كلمه بطانه يبقى طلائي. في الجدار عضلات ملساء، المعده فيها عضلات ملساء، عشان كده لو قال لك الميتوكوندريا يوجد اكثر في بطانه المعده ولا جدار المعده؟ جدار المعده، لانه عضلي، والميتوكوندريا بيزيد مع العضلات لزياده انتاج الطاقه انتاج العضلات. لكن اللايسوسوم مثلا في البطانه اكتر، لان البطانه دي هي اللي بتفرز الانزيمات. الشبكه الخشنه في البطانه اكتر، لان الخشنه البطانه دي اللي بتفرز الانزيمات، اللي بتفرز انزيم البيبسين، البطانه هي اللي بتفرز، لكن الجدار عضلي، يبقى جدار ايه؟ عضلي. بطانه القصبه الهوائيه بتبقى نسيج طلائع مهدي، بتبقى عامله كده. القصبه الهوائيه هناخدها السنه الجايه، بتبقى شكلها كده، بتكون عواميد وبيكون في كده اهداب عشان تطرد التراب. السنه الجايه هنلاقي الاهداب دي بتتحرك عشان اي تراب داخل الرئه تطلعه بره، اي ميكروب تطلعه بره، هنعرفها السنه الجايه. فبتبقى بطانه، طالما قال لك بطانه يبقى طلائي، فهنا بطانه القصبه الهوائيه طلائي. الحلقات الغضروفيه اللي في القصبه الهوائيه دي اللي بتخليها مفتوحه باستمرار، دي نسيج ضم هيكلي غضروفي. نسيج ضم هيكلي ايه؟ غضروفي. وظيفتها التدعيم، لان العظام والغضاريف وظيفتهم التدعيم، فلو جالك ايه اهميه الحلقات الغضروفيه تقول له التدعيم. بطانه الاوعيه الدمويه، اي بطانه بتبقى طلائي، الاوعيه الدمويه بتبقى حرشفي، ح حويصلات هوائيه، ش شعيرات دمويه، فده الحرشفي. جدر الاوعيه الدمويه، جدار الشريان بيبقى عضلات، قلنا جدار عضلات، فبتبقى عضلات ملساء لا اراديه، دي عضلات ملساء بتحرك الدم في الاوعيه الدمويه، بتبقى عضلات ملساء، اي حركه يبقى وراها عضله، فهمنا الكلام ده من الشرح. المسؤول عن انتقال البلعه الغذائيه من البلعوم للمريء ثم المعده، مين اللي بيحرك الاكل؟ حركه، يبقى عضله، فعضلات ملساء لا اراديه، يبقى المسؤول عن حركه الاكل في القناه الهضميه عضلات ملساء. ما قلنا العضلات الملساء قناه هضميه، مثانه بوليه، اوعيه دمويه، فاللي بيحرك الاكل هي عضلات ملساء. المخاط مهم، لان المخاط ده اللي بيزفلط الاكل، اللي بيخلي الاكل يتزفلط في المريء ومن المعده. المخاط فيه براميل كتير، فالمخاط يؤدي الى انزلاق الطعام في القناه الهضميه، دي اهميه للمخاط يعني اعرفها. طيب، المسؤول عن عدم ارتطام الاعضاء الداخليه بتجويف البطن، طبعا النسيج الضم الاصيل. الضم الاصيل ده اكثر انتشارا، ده بيضم ويربط اعضاء نسيج الجسم ببعضيها، ده هو اللي مربط الدنيا ببعضيها. عشان كده لما واحد بيعمل شجلباز، هل ممكن واحد يعمل شجلباز قلبه يوجع في رجليه؟ مش هيحصل طبعا، الاعضاء كلها في مكانها. مين اللي ربطهم كده اهو؟ ده النسيج الضم الاصيل اللي بيضم ويربط.
وحده بناء الجهاز العصبي الخلايا العصبيه، هي الوحده البنائيه والوظيفيه الخلايا العصبيه. وحده بناء الجهاز العضلي الخلايا العضليه او الليفه العضليه، لان الخلايا العضليه اسمها ليفه عضليه. عضله الحجاب الحاجز اللي هي عضلات التنفس دي بتبقى كده اهو وانت صاحي، فهي اراديه، وانت نايم بتبقى لا اراديه. اعرفها وخلاص، يعني هي اراديه ولا اراديه وقت النوم. اراديه وانا صاحي انا بتحكم فيها، انا بتنفس، وبتبقى لا اراديه اثناء النوم. دي بتبقى عضلات هيكليه طبعا. 45 العظام انشف من الغضاريف عشان فيها كالسيوم. ليه العظم انشف من الغضروف؟ عشان فيه كالسيوم. طب لو نقص منه الكالسيوم تصبح العظام هشه سهله الكسر. طب لو الغضروف اتحط فيه كالسيوم يبقى ناشف زي العظم. دي كلها اسئله حلوه. السؤال اللي بعده، الاصباغ. طبعا انتوا عارفين الاصباغ سلاح ذو حدين، لان الصبغه ليها ميزه وعيب، نقمه ونعمه. الميزه بتاعتها انها بتتلون اجزاء الخلايا لتصبح اكثر وضوحا، لكن العيب انها بتقتل العينات الحيه. فلو سالك عن الميزه، دي الميزه ودي العيب. تراكيب توجد في الخلايا النباتيه ولا توجد في الحيوانات النباتيه. النبات عنده جدار واحنا لا، بلاستيده خضراء واحنا لا، فجوه عصاريه كبيره واحنا لا. يبقى جدار وبلاستيده وفجوه. يميز الخلايا الحيوانيه، احنا عندنا جسم مركزي وهو لا، دي ميزتنا، احنا مميزين عنه بالجسم المركزي، يبقى جسم مركزي وهو لا. النويه بتعمل ريبوسومات، والريبوسومات بتعمل بروتينات. عشان كده كل ما النويات تزيد، كل ما الريبوسومات تزيد، كل ما انتاج البروتينات تزيد. عشان كده الخلايا اللي بتطلع بروتين بيكون عندها اكثر من نويه عشان تعمل ريبوسومات كتير فتعمل بروتينات كتير. علاقه طرديه. الميتوكوندريا طبعا بتكثر في خلايا العضلات لزياده انتاج الطاقه اللي بتحتاجها العضله. عشان كده الميتوكوندريا اكتر في جدار المعده مش بطانه المعده. لكن الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، خشنه بطانه المعده والغدد الصماء. يبقى الخشنه فين؟ الخشنه الخشنه والريبوسومات وجسم جولج والنواه، كل بتوع البروتين دول بيكثروا طبعا في الخلايا المنتجه للبروتين، زي الغدد الصماء وزي بطانه المعده. فدي هتلاقي فيها نويات كتير، ريبوسومات كتير، لان دول خلايا افرازيه بيفرزوا. طالما بيفرز يبقى هلاقي ده كله فيهم كتير. اللايسومات كتيره طبعا في كرات الدم البيضاء، لان والقناه الهضميه برضه، لان انت عارف ان كرات الدم البيضاء حمراء بتنقل غازات، بيضاء بتحارب ميكروبات، واللايسوسومات بتدمر ميكروبات. وطبعا في القناه الهضميه لان هي فيها انزيمات هاضمه بتهضم الاكل، فاللايسومات برضه كتيره في القناه الهضميه. اعرفها كمعلومه ليك حلوه يعني. طيب، جسم جورج في الطحالب والنباتات اسمه الديكتيوسوم، عارفينه طبعا. دي حاجه قديمه. يا ابني دوت البرتقال المسكره بيندك تبيد البرتقالي مع السكر الوحادي. اليود البرتقالي مع النشا بيتحول للون ازرق. مره واحد سوداني كان حته دهنه وشه احمر. سودان 4 مع الدهون بيدي احمر. البيوريد مع البروتين بيدي بنفسجي. بيوريد مع البروتين بيتحول للون بنفسجي. طبعا كده المراجعه النهائيه او التريكات كده خلصت. اتمنى تكون استفدت من التريكات. فاضل لنا بس هنحل بنك اسئله حلوه جدا، مستويات عليا، افكارها حلوه، وهتعدي عليها في السنتر تاخد ورقه اسئله فيها التوقعات. دي هتبقى ورقه مهمه جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا. دمتم اغلى طلاب. هنتقابل ان شاء الله في الترم الثاني، في ترم مليء بالابداع. هنعرف حاجات كتير جو الترم الثاني، ترم مميز ان شاء الله. اتمنى التوفيق لكم يا شباب. يلا باي باي، سلام.